ناس كتير حاجات يعني. المهم هنتكلم على اول حاجه عن اسمه ايه ده، عن الخطه. تمام، انا عملتها ايه، عملت نصها يعني، انا عملت لغايه اليوم السابع. تمام، وكمان لسه ما كتبتش فيها بس انا مش قادره، عندي برد لسه اصلا ما مشيتش في الخطه. انا مشيت، انا عملت اللي هو بتاعت اول يوم وتاني يوم، وبعد كده تعبت جالي برد، وغير كده كنت بنزل اكشف فالموضوع ما، وغير كده كمان اسمه ده عيني فيها جفاف، فالموضوع بقى صعب قوي ان انا امسك التليفون عشان اشوف الدرس، وكمان عشان اقعد احل. تمام. تاني حاجة هتكلم عن الناس اللي مش بتعرف تذاكر انجليزي لوحدها. هو في يعني كذا حلول، بس انا دول اللي يعني هقول لهم اللي انا عملتهم انا. تمام، في اول حاجة ان انت هتجيبي كتاب الانجليزي. تمام، هو هتعملي ايه، هتمسكي وتطلعي، لو انت عندك كتاب PDF فالموضوع بقى اسهل معاكي من ان انت تقعدي تنقلي يعني. تمام، او تصوريها لشات GPT وهو يعملهم لك. تمام، وهتخلي شات GPT ينطقلك الكلمة وانتي تمشي عليها وراه وتقعدي تحفظيها بالنطق، وبعد حفظتيها بالنطق تمام تقعدي بقى ايه تكتبيها عشان تحفظيها بالكتابة. هيبقى حاجتين، حفظتها بالنطق والكتابة، هيبقى الموضوع يعني سهل معاكي، ولما تيجي تحلي ان شاء الله ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل. مش في ميس اسمها ميس ياسمين منزله كورس تأسيسي رياض اسمه ده كورس تأسيسي انجليزي. الموضوع برضو ممكن يفيدكم معاها، لان هي منزلها على كذا يوم، فانتوا ممكن تقسموه يعني، هو منزلها يعني كبير، فانتوا ممكن تقسموه على كذا يوم. تمام. تالت حاجة ممكن اقول النهاردة هتكلم عليها اسمه ايه ده، المدرسين اللي انا باخد معاهم على اليوتيوب. تمام. اسمه ايه ده، صح نسيت اقول حاجة كمان. انا عارفة ان امتحان الشهر بقى عليه، لا مش 15 يوم، بيبقى عليهم 13 يوم او 14 يوم حاجة كده يعني. تمام، او 12 كمان مش عارفة بجد، انا مركزش معاكم بجد. فهتعملوا ايه، هتاخدوا الكلمات كل حاجة انتوا خدتوها في شهر 11 هتبدأوا تعملوا انتوا خطة بنفسيكوا. جيبوا كده الورقة بتاعتكوا اهي او هي، وتكتبوا ايه الحاجات اللي انتوا خدتوها. تمام، هتشوفوا من كل مادة في كل كتاب انتوا خدتوا ايه، وهتعلموا عليه، وهتيجوا بقى ايه تعملوا ايه، تراجعوا على اللي انتوا خدتوه في شهر 12 11 قصدي بس. وبعد كده لو خلصتوا تقعدوا بقى ايه تراجعوا على القديم. وفي بقى حاجة تانية ان انتوا بقى ايه لو خلاص خلصتوا تبدأوا في الخطة اللي انا عاملاها اللي هي بتاعة ال20 يوم او اكتر، انتوا ممكن تزودوا عشان في ناس مبتعرفش تذاكر 4 مرات 4 مواد، تذاكر 3 مواد بس. تمام. المدرسين اللي انا باخد معاهم باخد مع القيصر جمعة قصدي جمعة السيد، هو كانوا ماشي اسمها بيدي تاريخ، في طه رمضان بيدي فلسفة ومنطق. اسمه ايه ده، بفهم منه الفلسفة والمنطق جدا، بس هو بيدي برضه تاريخ، بس التاريخ معايا يعني بالنسبة للمستر ده هو الحصة مبتبقاش كتيرة مبتبقاش كبيرة، بس مش تفهيمه حلو قوي يعني في مش بفهم منه يعني انا التاريخ. تمام، اما عيوب بقى جمعة السيد ان الحصص ساعتها طويلة يعني، كانت اول درس كان 2.5 ساعة، فالموضوع كان صعب اوي لما قعدت اخلصهم كل ال2.5 ساعة يعني. وغير كده مستر جمعة السيد عامل منصة، يا جماعة عامل منصة ببلاش، اكتبوا بس جمعة السيد على جوجل وخشوا واشتركوا، والموضوع هيبقى تحفة جدا. عشان النهاردة يوم السبت علينا الساعة 9 امتحان شامل على اول درسين اللي هم ايه، استني مش عارفة، الحياة الاقتصادية وملامح من تاريخ مصر القديمة. الدرسين دول هيتعمل عليهم امتحان شامل النهاردة. تمام. اول حاجة، تاني حاجة بقى سارة حمزة علوم متكاملة بفهم منها، وفي ناس برضو بتفهم من مستر عبد الرحمن، لان هو بيأسس برضو وانتوا بتسمعوا منه. مقهى الرياضيات حلو، هو ومستر اسمه ايه ده لطفي زهران، في ناس بتفهم منه بس انا مش قوي، انا بحب مقهى الرياضيات اكتر. تمام، اما على الموضوع في مستر كده بتاع تأسيس، هبقى احط لكم الشكل اللي هو بتاع التأسيس على الفيديو من. تمام. اسمه ايه، عصام الخطاب واحمد الشرقاوي،
دول ألماني. المهم يعني انا اصلا مش عارفه افهم منهم قوي، اصلا الالماني صعب قوي بس هنحاول يعني. وفي قيصر محمد طارق، القيصر محمد طارق ده عربي بجد يا جماعه، بفهم منه. وغير كده هو الوحيد اللي يعني مش سايب العيال، مش سايب الناس اللي بتاخد معاه على اليوتيوب. في بقى اسمه ايه ده، اسمه ايه، مفيش تاني، لان انا الانجليزي معرفش حد لغايه دلوقتي ومش عارفه افهم من حد. في حد بيقول انجليشاوي حلو، في ناس بتقول مس ياسمين حلوه، وكده يعني على حسب الشرح اللي انت تفهمه. تمام. دي مدرسيه باخد معاهم ومعرفش حد تاني. لو حابين اي نصايح اكتبوها لي على ال اسمه ده في الكومنتات، وانا هبقى ايه ان شاء الله لما اخف هبقى ارد عليكم فيها. بس يا جماعه اهم حاجه ما خلاص بدل انتوا عارفين الامتحانات قربت، وكمان اسمه يا رب تعبت. المهم بدل انتوا عارفين الامتحانات قربت وانتوا مراكمين، ما تبدأوا يا جماعة، ابدأوا. بس لو انتوا مراكمين بجد ما تبدأوش من الصفر وتقعدوا تراجعوا من اول وجديد، لا، شوفوا بس خدوا من الجديد، يعني خدوا جديد وخدوا اللي انتم مراكمين فيه، يعني الحاجات اللي انتم مش متأكدين منها اصلا او نسيتوها. اما بقى بالنسبه يعني لو في حد شبه كده خلص بس ما بقاش غير حبه حاجات كده بسيطه، فقال ان هو يراجع، فالخطه دي ممكن تفيده، او ممكن تعملوا بنفسكم خطه. مشكلتي كلها يا جماعه ان اسمه ايه ده، انا مش عارفه اعمل اسمه ايه يا ربي، اسمها ايه، اللي هي لما بنكتب، مش عارفه اسمها ايه بجد، بس هحاول اجيب شكلها من هنا، طلع اي حاجه كنت كاتبه فيها قبل كده. هي يا جماعة الملخصات بتاعت الدروس كل ما اجي اعملها، يعني بصي بعمل نصها وما بعرفش اكمل الباقي لان ما بقاش عارفة اكتب ايه. فلو حد يعرف ازاي يعمل ملخصات يا ريت تساعدوني في الموضوع ده، لان محتاج حد يساعدني ازاي اعمل ملخصات عشان ايه اراجع عليهم بس. وباي.